السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة. النهاردة هنعمل طاجن رهيب، طعم وريحة حلو قوي قوي. ما ينفعش يجي رمضان ما يتعملش مرة ولا اتنين ولا كمان تلاتة. حلو ولذيذ جدا وكمان خفيف جدا. طاجن مكرونة بالبشاميل بس بطريقة حلوة قوي قوي قوي، هتعجبكم. اتمنى تجربوها. اتمنى اشتركوا في القناة ولايك وشير، ويلا بينا علشان نشوف الطريقة بتاعتنا وخليكم معايا. بصوا، اول حاجة المكرونة اللي انا هشتغل فيها هي مكرونة عقل صغيرة، مش المكرونة اللي متعودين فيها للبشاميل اللي انتوا شايفينها دي. تمام. وهنحط بقى ايه كمية ايدام كده حلوة، وما تقلقيش الايدام مش هيبقى كتير لان احنا هنرجع نستخدمه في حاجة تانية، مش هيترمى. وهنبتدي نحمر المكرونة زي ما انتوا شايفين. بس اهم حاجة واحنا بنحمر المكرونة ايدينا تفضل كده مستمرة في التقليب، ما نحطهاش ونركنها ونروح نعمل اي حاجة. مش هتبقى حلوة معاكي، هتاخد لون من ناحية وناحية تانية. هتبقى بيضة، يعني ناحية هتلاقيها متحمرة وناحية بيضة. فمش هتبقى ايه يعني كشكل وكسوة من كل الجهات، مش هتبقى زي بعضها، فمش هتبقى حلوة. فزي ما انتوا شايفين انا ما شلتش ايدي طول ما انا حاطه المكرونه على النار. هفضل اقلب فيها زي ما انتوا شايفين. خلصت الكميه هشيلها على طول من الطاسه اللي كانت فيها مع الاقدام، علشان خاطر سخونيتها هتفضل تديكي تحميل ليها، فانت على طول تشيليها منها. ده باقي الاقدام اللي احنا استخدمناه. هكون كده جايبه بصلتين حلوين يعني كبار كده، وابتدي انزل بيها على النار اشوحهم. انا مش عايزه يا جماعه البصله تتحمر معايا وتاخد لون. لما توصل لدرجه الشفافه، يعني البصلايه تلاقيها بقت ايه لونها شفاف كده، خلاص دي كده حلوه قوي، اعرفي ان هي استوت معاكي. هنزل بقى اكون محضره ايه، بصلايه، سوري، جزرايه او جزرتين كبار. تمام. او لو كبيره قوي هيبقى هي واحده، وبطاطسايه واحده بس كبيره، وهنبشرهم. طبعا البطاطسايه لما تتبشر تغسليها كويس وتصفيها حلوه قوي قوي من الميه بتاعتها. تمام. وهننزل بقى اي عليها زي ما انتم شايفين، بس برضو مش هنحمر حاجه. انا عايزه كل حاجه تدبل، يعني ايه توصل لدرجه شفافه. وطبعا هنحضر ايه الفلفل الالوان المتاح عندنا، اي حاجه. وبالنسبه للخضار، انا مش عايزاكم يعني تعتمدوا على حاجة معينة. شكلوا في الأكلة دي أي نوع خضار انتوا حابينه. حابين تحطوا كوسة، بسلة، فاصوليا خضراء، أي حاجة انتوا حابينها حطوها. بصوا هتتاكل، هوعدكم انها هتتاكل، حتى لو ما بياكلوش الخضار هياكلوها. انا هنا كان عندي ربع كيلو لحمة، حطيته فيها. وهفضل بقى ايه اتك عليه زي ما انتم شايفين علشان ما يكتلش معايا. في ناس بتشتكي ان لما بتيجي تعصج اللحمه المفرومه بيبقى فيها قطع، يعني قطع كده، ما بتبقاش مرمله زي الرمله. لسبب احنا بنحطها على النار ونسيبها شويه نعمل اي حاجه، فبتاخد الصدمه فبتفضل على حالها زي ما هي كده مكوره. لا، انت حطي اللحمه المفرومه وافضلي قلبي فيها وتك عليها، وقلبي وتكي لحد ما تبقى مفروله كده ومرمله معاكي، ما فيهاش اي تكتلات. طريقه ممتازه لتعصيج اللحمه. ما تحطيش اللحمه على النار وتسيبيها. المهم هنقلب زي ما احنا شايفين الخضار بتاعنا مع اللحمه المفرومه، ونفضل نقلب كويس جدا جدا علشان اللحمه ما تتكتلش معانا. تمام. هنرجع برضو هنقول زي ما قلنا في الاول، الخضار اي نوع خضار حضرتك حباه حطيه، هتبقى ممتازه. وكمان لو حابه تعمليها من غير لحم خالص، يبقى خضروات مع مكرونه، هتبقى روعه 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 وفي منتهى الخفيه. وكمان للناس اللي ما بتحبش تاكل لحوم، او الناس اللي هي ملهاش طول على اللحوم قوي، هتبقى ليهم حلوه جدا. هنا جبت ايه 3 طماطمات كده وسط، ضربتهم في الكبه. انا مش عايزاهم بري ناعم قوي، انا يعني ضربتهم كام ضربه كده بس كان فيهم قطع. تمام. الوصفة دي كلها فيها خضار وفيها الحاجة مش مفروم ناعم قوي. حلو كده. وهننزل بقى بالبهارات بتاعتنا، كانت معلقة بابريكا وزعتر وفلفل وبهارات اللحمة، وطبعا الفلفل الأسمر والملح. والحاجات دي كلها انا هكتبها لكم في صندوق الوصف علشان لو حبيتوا ترجعوا تشوفوا الطريقة. المهم بعدين بصوا بقى، في اللحظة دي لو الطماطم مش مديه سوائل شويه في الخضار، هنزود لها كوبايه ميه، علشان انا عايزه ان انا هرجع المكرونه تاني
على الخلطة بتاعتي علشان بس لمدة 5 دقايق ان هي تاخد نص تسوية. حلو كده. بصوا فلازم في اللحظة دي يكون فيها كمية سوائل كويسة بس مش كتير. بصوا انا هضيف المكرونة وهقلبها مع كوباية المية اللي انا ضفتها، ولو عندك شوربة هتبقى احلى واحلى. ف هقلبها كويس، وبعدين هشوف هحط بقيه الكميه وهشوف لو احتاجت ميه تاني كوبايه صغيره. انا مش عايزه ميه كتير، يا دوبك حاجات بس تبقى ملحلحيها كده، يعني تبقى يعني واخدين بالكم مش ناشفه، وتسيبوها على النار لمده 5 دقايق بس. يا دوبك انا عايزه المكرونايه تريح معايا شويه بس ما تستويش قوي يا جماعه. انا عايزاها لما نحطها في البرام وتطلع تكون متماسكه. حلو. بصوا انا هنا خلاص سبتها يعني نفشت كده شويه وخلاص كده حلوه قوي تمام معايا. هقلبها وهغطيها واركنها بقى على جنب، وهنبتدي نحضر للبشاميل بتاعنا. شايفين مش فيهاش اي سوائل، يعني انا يا دوبك ضفت بس كوبايه الميه وسبتها 5 دقايق اتشربت، وفي نفس الوقت المكرونايه انا اسفه يا جماعه سامحوني، يا دوبك بس المكرونايه يعني ايه يعني زادت يعني حجمها زاد تمام، بس مش مستويه قوي، يعني تمسكيها تلاقيها ايه بتتكسر معاكي كسره خفيفه كده تمام. وهنغطيها بقى ونركنها على جنب علشان نحضر البشاميل بتاعنا. البشاميل المره دي انا عاملاه ني في ني مش محمره للدقيق. حطيت لتر ونص، حطيت عليه 7 معالق دقيق تمام. هو الكيلو لبن في سواء المتحمر او الني تحطي له 4 معالق، بيطلع معاكي القوام بتاعه 10/10، لا تقيل ولا خفيف. اهم حاجه هنحط الدقيق وهنحط كل يعني الملح والفلفل بتاعنا، وهنبتدي نقلب على البارد الاول، وبعدين هنولع النار، وهتفضل ايدينا مستمريه في التقليب بتاعنا. اهم حاجه يا جماعه ما نسيبش ايدينا، او يعني بصوا لحظات يعني ما تسيبهاش وتروحي تعملي حاجه او تتكلمي في الموبايل، لا خالص. انا هنا ضفت شويه يعني جوز الطيب، طبعا ديت على حسب بقى الرغبه، انا لان في ناس كتير بتقولي حرام، بس للامانه انا سالت ناس يعني قالوا لي لا ان هي بهار من ضمن البهارات، فانا بصراحه مش عارفه. المهم دي اختياري لو حابين تضيفوها. بص خلاص كده البشاميل اللي عندي بدأ يبقى جاهز واخد القوام بتاعه ممتاز بصراحة، يعني حلو قوي قوي قوي. انا كده خلاص اعرف بقى ان هو استوى ازاي. بص لما يعمل بقبقة كده، شايفين البقبقة دي كده خلاص البشاميل بتاعك استوى وبقى تمام. حلو. هبتدي بقى احضر البريمات بتاعتي. طبعا البريمات هندهنها دهنة زيت في الاول او سمنة اي حاجة متاحة عندك، وهبتدي انزل بالمكرونة بتاعتي وانزل بشويه بشاميل كده عليها واقلبهم تقليبه، وبعدين هكمل بقيه البشاميل بتاعي على الوش. عايزه اقول لكم قوام البشاميل كريمي بس تحفه. خليكم كده عارفين الكيلو لبن او اللتر لبن او الحليب بياخد من 4 معالق دقيق، سواء هتحمريه او هتعمليه ناي في ناي. طب لو هحمره ال4 معالق قصادهم 4 معالق زبده او سمنه، يعني نفس معيار الدقيق نفس معيار الإدام، وتتحمر وتتحط عليها اللبن تمام. هتعمليها ناي في ناي زي ما انا عملت كده، جميل جدا جدا وخفيف جدا جدا جدا. انا الكميه اللي انا عملتها دي كان كيلو مكرونه، عملت لي 3 برامات، البرامين دولت وكان في برام تاني تمام. وبعدين هنبتدي بقى ايه زي ما انتم شايفين برضو كده، احط الكميه بتاعتي بس ما اعليش المكرونه لاخر البرام يا جماعه. لازم اسيب ايه حوالي كده 2 سنتي او صبعين كده بايديا، لانها هتعلى وهتزيد لانها هتاخد درجه سوا في الفرن. فعلشان البشاميل ما يفرش منك على البوتاجاز ويبهدلك الدنيا، والافضل طبعا البرامات تحطيها كده في صاج او صينيه وتقفليها بورق فويل، عشان لو نزلت بشاميل او حاجه ما تبوظلكيش الصينيه برضو وتتحرق من النار. خلاص كده هحط بقى البشاميل بتاعي وهفرده، وبعدين هبتدي اي نوع جبنه متوفر عند حضرتك تحطيه على الوش تمام. ما عندكيش جبن ممكن تحطي وش اللبن او الكريمه، برضو هتديها قيمه غذائيه، لان انا يعني انا للامانه انا ما بحبش البيض على البشاميل اصلا، سواء وهو بيتسوى او على الوش ما بحبهوش. بس طبعا حضرتك دي يعني حابه تضيفي البيض مفيش مشكله.
انا بفضل سواء كريمه او جبن على وش المكرونه عامه، او اي نوع مكرونه هتتعمل بالبشاميل بفضل لها كريمه او جبنه. وكده خلاص. طبعا في الوقت ده هنكون مولعين الفرن على درجه 200 يسخن، ونبتدي ندخل المكرونه. ودي كانت النتيجه تحفه جميله جدا، ريحه وطعم ووهم. اتمنى تجربوها، واتمنى تقولي رايكم فيها ايه، ولو حلوه ولا مش حلوه، وان شاء الله هتعجبكم. واتمنى لو لسه ما اشتركتيش في القناه تشتركي في القناه وتفعلي لي الجرس علشان يوصلك كل جديد. وما تنسينيش باللايك الحلو بتاعك والكومنت الجميل اللي بيشجعني. وربنا يخليكم ليا، بحبكم يا اجمل عيله في الدنيا. كل سنه وانتم طيبين، وتعاد عليكم بالف خير يا رب. اتمنى الفيديو يكون لطيف وخفيف معاكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.